السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادشي اللي تيوقع في البلاد تيدور في الخاطر، مقدرش نسكت، ضروري خصني نهضر بحالي بحال جميع المغاربة. أنه باش تحول مظاهرات سلمية، ناس كانوا قاريين، ناس واعيين، ناس عارفين اش يقولوا، داروا مظاهرات سلمية على أساس يطالبوا مستوى جيد في الصحة ومستوى جيد في التعليم، تقابلهم السلطات بالعنف والمحاضر والصافطات، زيد معايا زيد ركاب مينوط. ها هو دابا المجرى فين تحول إلى أعمال شغب، بنوك كتحرق، سيارات شرطة كتحرق، ناس كيدخلوا على ناس المتاجر ديالهم، نهب، سلب، سرقة، شحال من حاجة. يعني المسألة تدهورات وبزاف، وهاد الشي راه ما تدهورش بمحض الصدفة، هاد الشي راه تراكمات وحقد كان كيتولد عام مور عام مور عام، لأن الناس كتشوف أستاذ تياكل العصا، طبيب تياكل العصا، محامي تياكل العصا، كلشي ولا كياكل العصا، يعني ما عندكش الحق تهدر، هدرتي نديرو لك محضر عاد تاكل العصا. المفسدين كيصولوا ويجوروا في البلاد كلها كي تيديروا الناس والو، اللي كيهدر كياكل العصا، أو يدار ليه شي محضر يمشي راه عارف فين غيمشي. وزراء ولاو كيتحداو الناس، وزراء تيعايروا الناس بالمباشر، تيعايروا المغاربة، وزير كيتحدى المغاربة وتيقول لهم أنا عندي الفلوس باش نقري ولدي، يعني أنت اللي ما عندكش فلوس تنقري أنا ولدي في كندا، يعني أنت اللي ما عندكش فلوس عاودها لراسك شغلك هذاك، سير موت ولا انتحر ولا. الناس ما كانوش كيطالبوا بحتى شي حاجة، الناس كيطالبوا أن أنا مثلًا عندي ولدي باغي نقريه في مدرسة عمومية، أنا تنطالب غير بتعليم جيد، ما كنطالبش بشي حاجة، تعليم جيد، حطونا 50 في قسم، المهم يكون التعليم جيد، بحال اللي غيقرا ولدك اللي غيقراو هما 10 في قسم، حتى أنا ولدي حتى هو يقرا هكاك. أنت ما بغيتيش الزحام والقسم زوين والريحة زوينة وداك الشي، حنا خلينا مزاحمين، قدّم ليا تعليم جيد، وقدّم ليا صحة تكون حتى هي جيدة. يعني شنو؟ يعني نكونوا حنا 5، 8 أو 10 في غرفة، غير تكون الخدمات زوينة، ما تعطينيش رونديفو من عامين، ما تقولش لي راه الراديو خاسر، ما تقولش لي ندي أنا مرتي حاملة تقول لي لا حبس في الباب أنا مرتي حاملة خاصها تدخل تولد، السيكوريتي في الباب يقول لك أعطيه الفلوس، 500 درهم، 600 درهم، 1000 درهم باش تدخل للمستشفى عمومي دايره الدولة ومدسنو صاحب الجلالة، راه هذا هو المشكل اللي ولينا واقعين فيه. دي مرتك الدواء ولا دي أمك ولا دي ولدك، كتلقى مشكل غير مع السيكوريتي ولا هدرتي يمينطوك يديوك، كتسمى نتا مشاغب. أما داك اللي تيشد الرشوة هذاك راه صالح، لأنه كياكل هو ويوكل الآخر ويوكل الآخر وكلشي واكل، هاد الشي راه ماشي مقبول. الناس راه خرجوا تيهضروا غير على هاد الشي، راه ما خرجوش يهضروا على شي حوايج أخرى. الناس راهم ملكيين، عزيز علينا الملك ديالنا، عزيز علينا الوطن ديالنا، عزيز علينا كلشي. حنا ضد الناس المفسدين، المفسدين اللي كيديروا الفساد في هاد البلاد، الناس خرجوا، ما كاين حتى شي حاجة. الناس كيطالبوا بتعليم جيد، صحة جيدة، عيش جيد. كيما الرتبة ديالنا تحسنت في كرة القدم ولينا 11 عالميًا، نتمناو الرتبة ديالنا في التعليم تزيد، ما نبقاوش متأخرين، ما نبقاوش مع الدول اللي عندهم النكبات وعندهم الحروب وعندهم المجاعة وعندهم مسائل. كيما الرتبة ديالنا تحسنات في الرياضة، الرتبة ديالنا عاوتاني في الصحة تطلع. ولوناس عندنا حتى حنا مستشفيات زوينة يستقبلوك في الباب. أنا كانت مرتي عتولد ديتها للسبيطار ديال المخزن، خصها تولد سيزاريان، قالوا لي وقف تما ما كايناش بلاصة، ديتها لكلينيك أكديطال، قالوا لي ها شحال تخلّص كذا، كذا، قال لك 8000 درهم، قلت لهم ماشي مشكل، أنا راه ما جايش معايا الفلوس دابا، أنا راه كان رمضان، كان شهر رمضان، المرا ديالي غتولد، مع المغرب يلاه درت التمرة في فمي بدات كتولد، قلت لهم راه مزروب، قلت لهم الصباح نعطيكم فلوس، راه حتى واحد ما كيهز معاه الكاش، قال لك لا، إلا ما عطيتيناش دابا ما تولدش، قلت لهم غتولدوها دابا والفلوس غتشدوها حتى لغدا، ما عجبكمش الحال المسؤولية ديالكم، بزز عاد ولدوها. يعني هاد الشي علاش حنا مشينا للمستشفى العمومي، قال لك ما كاينش بلاصة، صبر شوية المرا كتموت، وقال لك صبر، مشينا عند المستشفى الخاص قال لك دابا تعطيني الفلوس. واش هذا مستوى ديال الصحة؟ هذا راه ماشي مستوى. بالنسبة للناس راه كاين احتقانات واحتقانات واحتقانات. أنا أختي كانت تتقرا، خدات الإجازة في اللسانيات، باش خداتها بمستحسن، دفعة الكونكورات ديال المغرب كامل ما خدمتش، علاش ما تخدمش؟ إنسانة واخدة إجازة في اللسانيات مشات دفعة للتعليم ما مقبولهاش، دفعة العام الثاني للتعليم ما مقبولهاش، هذاك اللي كان تيدوز الامتحان دوز هي معاه الامتحان والله إلا جاوب بحالها.
ونتحداه، راه مشاكل واقع. الناس راه باغيين غير ظروف جيدة، الناس ما باغيين حتى حاجة. المغاربة راه شعب درويش، شعب طيب، شعب تيبغي يعيش، شعب تيبغي يتسارى، شعب كينسى بزاف وكيسامح المسؤولين، أو هُما ما يطغاوش بزاف. وعاش الملك، عاش الملك ديالنا. نتمناو صاحب الجلالة يتدخّل في هاد الشي اللي مُحزِن وهاد الشي اللي كيضر في الخاطر. والسلام عليكم ورحمة الله، ونلقاو شي حل لهاد الشي.